ازيكم عاملين ايه؟ في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أهم التطعيمات اللي المفروض الطفل يحصل عليها في أول أيام من عمره، واتكلمنا عن الرضاعة الطبيعية وازاي نتأكد الطفل شبع وكام مرة يرضع في اليوم. في الحلقة دي هنتكلم عن مراحل إنتاج اللبن وازاي نزود الإنتاج. أنا دكتورة مي، استشاري رضاعة طبيعية. يلا بينا. بعد الولادة اللبن بينزل عندك على مراحل. أول حاجة بتنزل عندك هي حاجة اسمها لبن السرسوب، وده بيكون لونه أصفر لأنه بيكون مركز، بيكون مليان دهون وأجسام مناعية لحماية طفلك في أول أيام من عمره. بعد 3 أيام تقريبا ممكن تحسي بوجع في صدرك جامد جدا، وده بيكون نتيجة لزيادة إنتاج اللبن. ومفروض إن إحنا نكون بدأنا نرضع رضاعة طبيعية علشان ما يحصلش عندك احتقان. لو حسيتي بألم شديد في اليوم ده أرجوكي استشاري رضاعة طبيعية علشان يساعدك إنك تعدي اليوم ده وما تحسيش بألم. وإنتي بترضعي طفلك رضعيه من ثدي واحد. عارفة ليه؟ لأن هو بينزل له اللبن كأنك قاعدة في مطعم. أول حاجة بتنزل هي الأبيتايزر أو المقبلات، وده بيكون عبارة عن اللبن الأمامي، وهو بيكون عبارة عن لاكتوز بشكل كبير. بعد شوية بتنزل الوجبة الأساسية اللي بتكون مليانة دهون، وهو ده اللي بيشبعه وبيملى بطنه علشان ينام. باختصار لبنك عبارة عن مية، أكتر من 85% منه مية، عشان كده هو مش محتاج أصلا مية وانت بترضعيه. الحاجات اللي موجودة تاني في اللبن هي اللاكتوز والدهون، وكمان أجسام مناعية علشان تحمي من أي أمراض حواليه. وبكده بيكون الطفل مش محتاج ياخد أي مية ولا أعشاب من أول يوم في عمره لحد عمر 6 شهور. بلاش تصدقي خرافة إن طفلك محتاج ياخد الأعشاب أو سكر بمية أو مية لحد عمر 6 شهور. كل الحاجات دي هتملى بطنه من غير فايدة، وهتقلل من قيمة اللبن اللي داخلاله. ليه؟ لأن معدته بتكون صغيرة جدا أول ما بيتولد، خاصة أول ما بيتولد. عارفين هو أصلا أول يوم بيحتاج كام ملي؟ بيحتاج 5 ملي. 5 ملي دول يعني معلقة صغيرة كل ساعتين. متخيلين قد إيه كمية صغيرة؟ نيجي بقى لأكتر سؤال بيشغل بال المامي: إزاي أزود اللبن عشان أقدر أكفي البيبي ورضعه رضاعة طبيعية مطلقة، يعني أنت بس اللي ترضعيه من غير ما تحتاجي للبن صناعي ولا لأي حاجة تانية. أول حاجة مهمة جدا ليكي هي المية، وانتي بترضعي دايما حافظي ان يكون جنبك ازازة مية، لان انتي بشكل طبيعي هتحسي انك عطشانة جدا اول ما تبدأي رضاعة. تاني حاجة هي العصير الطبيعي، والعصير الطبيعي هنا انا اقصد اللي احنا عاملينه في البيت، لانه بيكون خالي من المواد الحافظة واي سكريات مضافة. في معلومة مهمة جدا لازم نبقى عارفينها، ان الدهون اللي انت بتاكليها في الاكل بتاعك بتنزل زي ما هي في اللبن. يعني لو الدهون اللي انت بتاكليها مفيده هتنزل للطفل مفيده. وده يخليني اقولك انك لازم تاكلي منتجات كامله الدسم طول فتره الرضاعه. طيب اقدر ازود الكونتنت او المحتوى الدهني للبن ازاي واخليه يشبع البيبي اكتر؟ اول حاجه ممكن اكل مكسرات بس تكون نية ومش مملحة، زي الجوز واللوز، ودي بتكون كمان غنية بالأوميجا 3. حاجة تانية غنية بالأوميجا 3 هي المأكولات البحرية، زي مثلا السلمون والسمك التونة، بس سمك التونة اللي هو الأصلي اللي مش موجود في العلبة. طيب إيه أهمية الأوميجا 3؟ الأوميجا 3 دي مهمة جدا في نمو المخ بتاع الطفل، وكمان تكوين العصب البصري للطفل. فدي حاجات مهمة جدا لازم تكون موجودة في يومك وانت بترضعي. عنصر كمان مهم يكون موجود في أكلنا أثناء الرضاعة الطبيعية هو الخضار والفاكهة. ايه الخضار اللي أنا أركز عليه؟ أركز على الخضار اللي عنده ورق أخضر، زي الجرجير، زي البقدونس، زي الشبت. طيب والفواكه، تقدري تاكلي كل الفواكه اللي موجودة أثناء الموسم ده. البروتينات من العناصر المهمة جدا للأم أثناء فترة الرضاعة، وعايزاكي تنوعي ما بين اللحوم الحمراء والفراخ والبيض. حبة البركة والخميرة مليانة أحماض أمينية. الأحماض الأمينية دي بتساعد الأم على إن اللبن بتاعها يزيد، وكمان بتساعد على الطفل على إن هو مناعته تكون أقوى والتطور بتاعه يكون أحسن. ممكن كل يوم بالليل تحطي معلقة حبة البركة مع عسل على كوباية زبادي وتاخديهم قبل النوم، طعمهم حلو جدا وهيساعدوكي تزودي اللبن. طيب كل الأكل وكل الأنواع اللي احنا اتكلمنا عليها إنها تزود لبنك مش هي لوحدها اللي هتزود اللبن.
اكتر حاجة هتزود اللبن هو انك تشربي كمية مية كبيرة، وان البيبي يرضع منك بشكل مستمر وبشكل منتظم. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عندك اي استفسار او اي سؤال تقدري تسيبيه لنا في كومنت واحنا هنرد عليكي.